أنا اللي عازماكي النهاردة، اطلبي كل اللي نفسك فيه. كان لازم يعني المطعم الإيطالي؟ البيتزا والمكرونة شكلهم يجنن، وأنا خايفة أكل منهم لحسن أتخن. لا إزاي؟ أنا الدكتور نصحني وأنا حامل إن تلت أكلي يكون نشويات، لأنه مصدر طاقة مهم ليكي وللجنين. بس النشويات نوعين، بنسميها نوع سريع الامتصاص ونوع بطيء الامتصاص. النشويات سريعة الامتصاص ودي بترفع السكر في الدم بسرعة جداً، بتخلي الجسم يفرز أنسولين كتير، وده له تأثيرين. الأولاني إنه هيتحول جزء منها لدهون، والتاني إنك هتجوعي تاني بسرعة. والنشويات بطيئة الامتصاص دي بترفع السكر في الدم بشويش، وده أحسن لجسمك وبيساعدك إن وزنك ما يزيدش أكتر من المفروض. طب أنا أعرف أفرق بينهم في الأكل إزاي؟ السريع زي الرز الأبيض المصري، وده نستبدله بالفريك والبليلة. كده ما كلش رز يعني؟ لا، ممكن تاكلي رز بسماتي أو تايلاندي. ها، وإيه تاني؟ كملي. شوفي يا ستي، في البطاطس وكلنا بنحبها، بناكل منها كتير، لكن أفضل نستبدلها بالبطاطا أو قرع العسل أو اليقطين، ودول أفيد ليكي. أنا بحب العيش الفينو بالثوم والزعتر اللي بيعملوه، ده كويس؟ لا، الأفضل إنك تاكلي عيش أسمر أو حبوب كاملة. طيب في المطعم ده إيه رأيك في المكرونة؟ حلوة قوي، وكمان المكرونة من النشويات، وهي أفضل من الرز المصري في الامتصاص. تمام، كده ريحتيني. أنا هاخد طبقين مكرونة بالسي فود. وأنا كمان هاخد طبقين مكرونة بالخضروات يا ماما. كده هتفلسوني وإحنا في آخر الشهر. ما تنسوش تتابعونا في الرسائل الجاية من حملة أكلك حملك، ناكل صح لحمل صح.